متى ظهرت الحركات الإسلامية بالمغرب؟ الإسلاميون لم يكونوا موجودون كحركة، ولكن كانوا موجودين كفكر. من أين استمدت حركات الإسلام السياسي بالمغرب المرجعية المذهبية والفكرية؟ انفتحنا على كتابات على الفاسي وعبد الله قنون، وتعرفنا على العمق المغربي. الشبيبة الإسلامية في البداية تأثرت كثيرا بفكر سيد قطب الراديكالي. أي سياق خارجي أثر نشاط الحركة الإسلامية المغربية؟ الثورة الإيرانية قالت بأن دور الشعوب ممكن. ما طبيعة التدافع الذي ميز العلاقة بين الإسلاميين وقوى اليسار؟ معركتهم الأساسية كانت مع ما يسمونه بالفكر الإلحادي، الفكر التغريبي. وكيف استطاع الإسلاميون الاستمرارية في ظل التحولات الداخلية والخارجية؟ عدم محاولة فرض أي شيء على المواطنين أو على المجتمع أو على الدولة. حلقة خاصة من برنامج المحققون تكشف عن مسار خطى الإسلاميين بالمغرب من السرية إلى السلطة.